على هامش منتدى أستانا الاقتصادي، كشف ماكسات كاباشيف الرئيس التنفيذي لشركة كازا انفست في حديث لسي بي سي عربية إلى أن الشركة تعمل على جذب مستثمرين في قطاعات كالزراعة والبنى التحتية والتعدين، وأشار إلى أن بلاده اجتذبت استثمارات بقيمة 20 مليار دولار خلال العام الماضي. نحن شركة وطنية جديدة أسست حديثا من أجل تكثيف العمل مع المستثمرين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى كازاخستان. رئيس الوزراء هو رئيس مجلس إدارة الشركة. نحن نعمل بطريقة استباقية حيث أن لدينا بلدانا وقطاعات تحظى بالأولوية. نحاول استهداف مستثمرين محددين في قطاعات محددة من أجل تسويق كازاخستان وما تقدمه من قيمة للمستثمرين، وخاصة في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والتعدين والكيماويات والتجزئة. خلال السنوات العشر الماضية استقطبت كازاخستان 250 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلال العام الماضي بلغ الرقم 20 مليار دولار. هدفنا هو أن تصل نسبة هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان. ومشاهدينا تتابعون بعد الفاصل. أمازون تكشف النقاب عن الاستحواذ على سلسلة هول فودز في صفقة بقيمة اقتربت من 14 مليار دولار.